أصبح لقبيلتنا شأن كبير. الآن أقول إن لدي فرسانا تصارع الموت فتصرعه، وقد شهدنا منهم ما أثار دهشتنا وفرحنا معا. والفضل كل الفضل لصهر أسامة، هذا الرجل الذي دخل القبيلة ضيفا فأبى إلا أن يكون فعالا فيها، وقد وفق إلى الحد الذي أرضى الجميع كما رأيتم. فبماذا نكافئك يا أسامة؟ تريد أن تكافئ أسامة يا أبا عمرو؟ ليطلب ما يشاء، فنحن مدينون له بما فعل من أجلنا. تريد أن تدفع لي أجرا؟ أجري حصلت عليه عندما رأيت هؤلاء عمالقة بعد أن كانوا أضعف من حشرات تدب على الأرض. أجل، ونحن الآن جوارح يا أبا عمرو. ولم لا؟ إن هذا يزيد من نشوتي بكم وفخري بما حققتموه. ولكننا لم نحقق شيئا بعد، وما اجتمعنا إلا لهذا. قل ما لديك يا أسامة. ليس ما لدي، بل ما لدى فرسان القبيلة، فهم الآن القوة التي تقول وتفعل. قد ارتأينا يا أبا عمرو أن يكون أسامة سيد القبيلة. تريد أن تصبح سيد القبيلة؟ نحن من نريد يا أبا عمرو، فقد كبرت على تسلم مهامها بعد أن أصبحنا على ما نحن عليه الآن. كيف تجرؤ على هذا يا زيد؟ وولدك عمرو ما زال صغيرا على تسلم مهامها. نحن الآن بحاجة إلى رجل يعرف كيف يصنع مستقبلا مشرقا للقبيلة، ولا نظن أنك هذا الرجل، فكلنا يعرف ضعفك قلة حيلتك. اخرج من أمامي يا زيد. كما أننا لا نظن أن هناك من هو أنسب من أسامة لهذا، فهو من جهة زوج ابنتك وأبو حفيدك، ومن جهة أخرى هو القوة التي غيرت حالنا، فمن يهتم بنا سواه؟ هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. تريد أن تنتزع مني سيادة القبيلة يا أسامة؟ اجلس يا أبا عمرو. أو تأمرني بالجلوس أيضا؟ أنا لا أمرك، بل أدعوك. خذ ولدك وزوجتك يا أسامة وارحل. ارحل، فما عدت أرغب بوجودك هنا. يا أبا عمرو، فلتبقى إذن، لك السيادة، مرنا فنطيع. قل للفرسان ماذا يفعلون، قل لهم كيف تقلب فقر هذه القبيلة إلى غنى، كيف تحول الضعف فيها إلى قوة لا تقهر. هيا، أنت السيد والكلمة لك. ستعجز عن فعل ذلك يا أبا عمرو، لأنك لا تعرف ماذا تريد منهم. أما أسامة فيعرف ماذا يريد، ولهذا صنع منهم أبطالا. أنت لا تملك أن تقدم لهم شيئا مما يريدون، أنت أقل خبرة ومعرفة من أن تفعل ذلك، لكن أسامة يستطيع. أنت أقل جلدا، أما أسامة فهو القوة والحزم والعنفوان والجلد، وهذا ما يلزم القبيلة لتنمو وتكبر فتصبح قوة ضاربة، لا مرتعا لقطاع الطرق ولكل من هب ودب. ثم إن ما سيحققه أسامة سيعود علينا بالنفع جميعا، وأنت أولنا يا أبا عمرو، فأنت كبيرنا. وستبقى فينا الرجل الذي نقدره ونحترمه، ستبقى معززا مكرما، لا تطلب شيئا إلا وتجده أمامك.